حقيقة قبل فترة عرضنا تقرير حول فقدان طفلة، وطبعا هذا الموضوع يعني اللي يعرف تفاصيله هو فد يعني صدق شر البلية ما يضحك، انه ابو آية وابو ملاك هم شخصين يعني ابتلوا بنفس البلوى، يبعد عنكم رب العالمين كل البلاء ان شاء الله. البلوى هي انه صار عندهم فقدان طفلتهم، يعني ابو آية فقد آية يعني انخطفت، وملاك نفس الشيء، وملاك خطفت من عنده ملاك. فضمن رحلة بحث ابو آية صاروا اصدقاء هو وابو ملاك، يعني قام ابو آية وين ما يروح يدور على آية، يدور على آية ويدور على ملاك، مع انه ابو ملاك من البصرة وابو آية من كركوك من صلاح الدين يعني مع اختلاف القومية، لكن يجمعهم اكيد انتمائهم الواحد للعراق. فابو آية لقى ابو ملاك لقى له ملاك يعني، واحنا يعني هذا كله طبعا الموضوع احنا اثرناه بالبداية في برنامج اهل المدينة، ولحد هسه احنا مستمرين في رحلة البحث ويا ابو آية عن آية، لان احنا لقينا ملاك. او خاف اكو اطفال يعني ما يعني احنا تفاجئنا بملاك انه هي تكون ايضا مخطوفه او مفقوده. هاي صورة آية شوفوها. احنا يعني لان مو بس موضوع انسان انه حقيقة نتمنى عودة آية، وانما لان ابو آية انسان رائع واثبت يعني واحد في مرات من يكون بهم يلتهي بهمه هو، لكن صح. يعني صح. ابو آية جايب التليفون مال ملاك ويخابره وين ما يروح خطير، لحد ما يا رب ان شاء الله يفرح قلبه ابو آية. الله يساعدهم، الله يساعدهم ان شاء الله. يعني الحمد لله على سلامة ملاك، وان شاء الله ترجع آية. واحنا لحد الان نقول اللي يعني عنده ولو خيط بسيط عن آية يشوف هسه صورتها ويتعرف عليها، حتى لو في شيء بسيط لا تبخل عليه، يعني اكتب لنا اياه على صفحتنا اهل المدينة او اتصل بابو آية، عسى ولعل نطيح بآية ونرجعها لاهلها ان شاء الله. شوفوا الاستطلاع ونرجع. مشاهدي برنامج أهل المدينة، احنا اليوم في حي الكفاءات في محافظة البصرة. اليوم قصتنا تختلف عن جميع القصص اللي تعودتوا تشوفوها بعد تقرير الشرقية اللي عرض في أهل المدينة عن اختطاف أو فقدان طفلة من مدينة طزخرماتو. تم اكتشاف طفلة أخرى كانت مخطوفة وتم عودتها إلى محافظة البصرة، واحنا اليوم أمام بيتهم ومع أهلها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك أستاذ، الله يبارك فيكم. الله يبارك فيك. الله يحفظكم ويخليكم. الله يسلمك أستاذ. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة. طبعا لي هذه الطفلة اللي عرفناها. نعم. ملاك مو؟ ملاك حبيبتي. كم يوم صار لها ساعتكم؟ والله اليوم ثاني. إن شاء الله. أمس عثرنا عليها واليوم موجودة في بيتنا. نعم. شلون عثرتوا عليها؟ والله عثرنا بها من خلال اتصالنا بالأخ أبو آية اللي فقدت بنته عن طريق كركوك. نعم. الأخ الكردي أبو آية، ما جزاه الله خير الجزاء، يعني هو السبب في حصولنا على بنتنا. يعني خطية يبحث هو على بنته في المحافظات وفي بغداد، خطية وعثر على خبر في بنته على أساس يقول بنية ضايعة بمنطقة الحلة في الإسكندرية. خطية راح عليها ما طلعت بنته، اتصل بينا قال هاي بنية تشبه مواصفات بنتكم اللي عرضتوها في القنوات. ورحنا عثرنا عليها وعرفناها وطلعت بنتنا، والحمد لله والشكر ولكم خير الجزاء، رحم الله والديكم. اللي هو هذا من تسخرماته اللي انعرضت القصه مالته برنامج اهل المدينه. نعم ابو آية. نعم. ابو آية الكردي، يعني جزاه الله خير الجزاء، والله وفقا ان شاء الله ويعثر على بنته خطيه آية البريئه، بنته خطيه، واحنا نناشد العراقيين في كل المحافظات من يعثر عليها خطيه يتصل به، واحنا ان شاء الله راح نسعى هنا في محافظه البصره وفي المناطق الجنوبيه ان شاء الله. اي حتى نعثر على بنته، لان خطيه مر بظرف كل صعب. اي والله. الناس بالمنطقة يقولون ملاك سوت وحدة وطنية هنا. ان شاء الله، والله ملاك يعني اتحدت كل القوميات وكل الجنسيات هنا عندنا بالعراق، وكل يعني حتى خارج العراق يعني، والمحافظات من سنة وشيعة وكرد وتركمان كلهم خطية يبحثون عليها ويدورون عليها بكل مكان وكل مناطق وكل زقاق. جزاهم الله خير الجزاء وما قصروا. السلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. والله شو فرحتي؟ يا بعد عمري والله ما تتوصف فرحتي والله العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
والله ما قصروا زينين، ما قصروا، رحم الله والديكم. يما فرحان شلونكم زينين وبعد عمري ترى. طبعا هاي الفرحة أنا ما أقدر أوصفها، ما أحكي، لأنه أحسن من الزواج وأحسن من عرس أولادي وأحسن من أي شيء بصراحة. والناس كلها تفاعلت ويانا من فقدة البنية لحد هذا اليوم، ومن لقيناها بعد صارت فرحة أكثر. المنطقة وقرايبنا واللي يعرفونا واللي ما يعرفونا، يعني أي واحد يسمع بالحالة يتفاعل ويانا. أنا بكربلة خابراني أخوي هو اللي هو أبوها ب 12 بالليل، قال لي لقينا ملاك بهيك منطقة ترحين منك تستلمينها. والله رحت أنا لقيت عمامي بالمسيب هم واقفين لي، ورحنا لهذا البيت، بيت أبو علي هو اللي لاقيها، وشفتها بعد هي بتنا. ونشكر أبو علي هو وعائلته وابنه أرشد اللي هو لاقيها بيوم المطار، والحمد لله. ونشكركم، نشكر الجوارين ونشكر كل من وقف ويانا. قالوا مريضة يعني العافية إن شاء الله. هبطة بعد أنا بعد والدة وتعرف الوالدة، يعني ما أقدر شلون أوصف فرحتي وبوجودكم، وجود الطيبين أهل البصرة الطيبين، وبعد ما أقدر أحكي. العراقيين كلهم طيبين إن شاء الله. العراقيين كلهم ما أقدر، فرحانة ما أقدر إيش أقول. قالوا ملوكة يتمنون تصير دكتورة. نعم. إي وهاي عدة مال الأطفال مال الدكتورة. رحم الله والديك مشكورين. وهاي العروسة مالتها. وهذا البيت اللي يجمعكم ان شاء الله به. والله احنا اهم شيء جيتكم تسوى الدنيا والله العظيم، ونشكر الشرقيه واهل الشرقيه وكل واحد يشتغل بالشرقيه رحم الله، ونشكر العراق بصوره خاصه من الشمال للجنوب، سنه وشيعه واكراد، لان احنا حصلنا عليها عن طريق واحد كردي. ماكو فارق ان شاء الله. ان شاء الله ماكو فرق. العراق اهل النخوه واهل العزيمه واهل الشرف والله العظيم، لان كلها اثرت بقلوب كل واحد شريف وصاحب نخوه. واشكركم مره ثانيه. حلو. ويانا تحس بالفرحه. ويانا هسه ابو ملاك. انقطع الاتصال ان شاء الله نعاود الاتصال اكيد بيه ابو ملاك. فشي واحد شعور رائع انه واحد يفقد بنته، ولا ما عرفنا ايش قد يعني المسافه، لانه هسه ابو ايه بنته ايه من العيد، فهوايه الفتره يعني خطيه، بس ما نعرف ملاك خطيه وبعدها صغيره. بس ايش وداها يعني هي بالبصره، ايش وداها الاسكندريه؟ لازم هم نتعرف على قصه يعني ابو علي وين شافها. يقول شافوها بالمطر، يعني ما معقوله البنيه راحت سافرت من البصره للحله، اكيد احد اخذها زين من البيت، لازم احنا نعرف. لذلك احنا نحب يعني والمشكله انها صغيره بالعمر، يعني ما ممكن راح تعطيك روايه دقيقه. لا نعرف من ابو علي، يمكن هم اكيد سالوا ابو علي اللي اخذوها من عنده، يعني ابو علي لاقيها بالشارع شلون؟ شافها ويا احد، شافها بحد هي يعني مثلا تخلصوا من عندها، لانه جوزها طفله صغيره يمكن ظلت بس تبكي، فقال لك يا شو نسوي بهالشكل؟ مشكله لو شويه كبير يمكن يقدرون يسكتونه، فيمكن يعني يخلوها بالشارع. ترى قصص يعني، ترى هذا فيلم طبعا فيلم يعني لا يصدق، مو يمكن لو تشوفه تقول ما خيالي. لا هو حالات الخطف يعني اثناء ما يعني برحله البحث عن آية، يعني ابو آية يسولف قضايا